مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم النهارده في عالم الراكت. النهارده معانا الاسطوره غني عن التعريف كابتن المرعب. خلونا نرحب بيه الاول ونشوف هيقول لنا ايه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، اهلا وسهلا. انت منورنا النهارده، وانا اسفه ان انا اتاخرت في لقائك. انا المفروض كنت ابتدي باول لقاء بحضرتك. لا، ما فيش اي حاجه والله، احنا كلنا واحد ان شاء الله. سؤالي ليك يا كابتن، بما اننا النهارده يوم جمعه واليوم اللي احنا متعودين فيه نلعب بتجمع كل يوم في شاطئ بروفاج، الراكت النهارده في 2023 ولا التسعينات والثمانينات؟ الراكت كان سنه التسعينات والثمانينات، كان بطريقه عشوائيه، وكانت لعبه الراكت كلها ما فيهاش اللي بيحصل دلوقتي، كان تدريب او تجمعات بقصد انهم يطلعوا اجيال جديده، ولكن كان كل ده بيحصل فعلا بس بطريق غير مباشر. بمعنى ان كانت لعيبه الراكت كلها اسره واحده، كلنا بنتجمع في مكان واحد، بنلعب وبنضحك وبنرفع عن نفسنا، واسرنا كلهم مع بعضيهم كمجموعه، وبننزل البحر وبنلعب طول اليوم من اول الصبح لغايه اخر النهار. كل ده كان بيتم على اساس ان احنا كلنا اسره واحده. الحاجه الغريبه اللي كانت بتحصل زمان وما كناش حاسين بيها، ودلوقتي بقت الفرق اللي موجود دلوقتي، ان زمان كان في المكان الواحد اللي جميع الشواطئ كانت تتجمع فيه. وكان على سبيل المثال الشاطئ بتاع في ميامي عند نادي السيارات، كان جميع الشواطئ كانت موجوده في الثمانينات والتسعينات. كان في سيدي جابر، وكان بشزار، وكان في بحري، وفي العجمي، وفي سيدي بشر، وكان في المعموره، كان في شواطئ كتير جدا بيتلعب فيها راكت. ولكن كان في يوم الجمعه ده كان جميع اللعيبه في الشتاء بالذات بتتجمع في نادي السيارات، وبيتجمعوا في المعموره. يعني افهم من حضرتك كده كابتن ان باقي الجروبات، يعني انا طبعا بسم الله ما شاء الله جروبات كتير جدا، يعني متفرعين في اماكن كتير. هل ده صح في عالم الراكت، ولا هو المفروض يبقى حاجه واحده، كلنا ايد واحده وبنلعب في مكان واحد وكله يلعب مع كله، مفيش يعني حد منفرد لوحده؟ ايه الصح؟ هل ده صح، ولا المفروض ان احنا كلنا نبقى بنلعب في مكان واحد وكلنا ايد واحده؟ لعبه الراكت اصلا التجمع فيها بتكون اسره واحده، ولاعيبه الراكت مهما كانت اماكنهم اللي بيختلفوا فيها، اللي هم بيقعدوا فيها مثلا في الصيف، في الصيف بتلاقي كل واحد تبع المنطقه اللي هو قاعد فيها، بيلاقي يطلع على الشاطئ ويلعب وبيهيص وكل حاجه وينزل الميه وكله. في الشتاء كل الناس بتتجمع في مكان واحد. كان احلى لعب احنا بنستفاد بيه في الوقت ده اللي هو في الشتاء. طب يعني برضو حضرتك ما جاوبتش، هل الجروبات الكتير ده كويس؟ انا هقول لحضرتك هو دلوقتي احنا كنا بنتكلم على اساس ايه؟ ان الناس كلها بتتجمع في مكان واحد من كل الانواع، من كل الشواطئ، فكان في اكتساب لخبرات، اكتساب لمهارات مختلفة، كل واحد بيلعب بطريقة مختلفة، بيلعب في مكان واحد، فكنا بنستفاد من بعض كلنا. فكان كل ده بيدي طابع كويس عند اللاعب الراكت. للأسف الشديد ان النهاردة بقى في اتحاد بيجمع لعبة الراكت كلها في مكان واحد، ولكن للأسف احنا في جروبات بتتعمل بتفرق الناس عن بعضها. ما بقاش في دلوقتي بتاع زمان ان كل الشواطئ تتجمع في مكان واحد، لا ده بقى الشاطئ الواحد بقى فيه 3-4 جروبات، كل جروب لوحده وبيكرهوا بعض، ولما نجتمعوا مع بعض يبقى في مشاكل، وده للاسف مش صح. المفروض ان احنا كلنا اسره واحده، لعيب الراكت يلعب مع اي حد ويستفاد من اي خبرات مختلفه، لكن احنا للاسف دلوقتي بقى في حاجه غير صحيه موجوده. وعلى سبيل المثال في شاطئ البروفاج، احنا دلوقتي لما بنتكلم بنقول في العجمي، في سيدي بشر، في ميامي. طب حكم المسافه بتاعتهم او مكان سكنهم، لكن ما ينفعش نبقوا في مكان واحد. حضرتك عايز تقول كده ويبقى في كذا جروب، صح كده؟ الواحد اللي زي البروفاج ده المفروض كل اللاعيبه الراكت يلعبوا فيه، سواء كان من المنطقه او من مناطق تانية بيتجمعوا في مكان واحد. لكن النهارده في على الاقل في المكان بتاع البروفاج ده في 3 جروبات. 3 مين احنا يعني بالنظر عن الاسماء، بس في 3 جروبات بيجتمعوا في البروفاج.
وده للاسف يعني حاجه مش كويسه. هو حاجه مش كويسه طبعا. هو غض النظر عن كلام كابتن المرعب طبعا على دماغنا طبعا، بس برضو يعني كل اللعيبه وكل الكباتن على دماغنا من فوق، يعني احنا بنحترم كله. الموضوع بيرجع لشخصيات كل واحد والاخلاقه، واحنا بصفه عامه احنا بنحترم وبنحب كل الناس، كلهم اخواتنا. حضرتك عايز تضيف حاجه تانية كابتن المرعب يعني لباكج الراكت عموما؟ احنا للاسف دلوقتي افتقدنا الاخلاق اللي بيتعلمها لنا الرياضه. والراكت كان من زمان الصغير بيحترم الكبير والكبير بيقدر الصغير ومفيش في اي فرق، وكانت الناس كلها كانت اسره واحده فعلا. النهارده الموضوع ده بينتهي، وان الاخلاق بقت بعيده عن الرياضه وعن الراكت. ودلوقتي في امثله كتير قوي بتبين ان الرياضه بقت مختلفه عن الراكت وعن زمان. احنا عايزين نرجع لاخلاقنا اللي المفروض الرياضه هي اللي بتوريها لنا. احنا مطلوب مننا نبقوا في مكان واحد، علشان ان النهارده كل لعيبه الراكت المفروض تحت لواء الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه. فالمفروض كل دول يبقوا في منطقه واحده وعندهم هدف واحد، علشان لما نيجي نوري للناس لاعبي الراكت ده ايه، يقدروا يعرفوه مننا، من اخلاقنا ومن اللي بيشوفوه مننا. احنا دلوقتي الناس الغريبه اللي عايزه تنضم لنا بيقول لك انت هتخش في مجموعه مين؟ مجموعه المرعب ولا مجموعه مش عارف مين ولا مجموعه مش عارف. تبقى مجموعه واحده كلنا واحد بالظبط. فعايزين نرجع الى الاخلاق اللي كنا عليها الاول في الطريقه العشوائيه. احنا دلوقتي بقت منظمه وللاسف ما بنرجعش لاخلاقنا. عايزين نرجع الاخلاق تاني. اكيد طبعا الاخلاق كابتن المرعب اهم من اللعب، اهم من اشياء كتير جدا. ولو صدرت ان احنا قابلنا اشخاص ما عندهاش اخلاق او من لا تعلم يعني ايه اخلاق بصفه عامه، فاحنا اكتر حاجه واقل حاجه احنا ممكن نتعاملها معاهم ان احنا نتجنبهم. بس ده اللي احنا نقدر نعملها، لكن احنا مش هنغير من اخلاقهم لان هم اوريدي فاهمين ان هم صح. حاجه اخيره معلش نسيت اقولها، ان احنا كنا اتكلمنا مع المسؤولين بتوع شاطئ البوريفاج من 2015 ومن قبل 2015 ومنتظمين معاهم في الملعب صيف شتاء، وهم لما لقونا احنا كويسين وما بنعملش مشاكل فبقى كنا اتفاق معاهم على الشتاء بس. هم اللي قالوا لنا خليكم معانا صيف شتاء موسم كامل من الاخلاق اللي هم شافوها مننا. الحاجه الثانيه، احنا دلوقتي هنا بقى في بعد ما اتعمل الكوبري الجديد وبقى في شاطئ خاص للمصطفين، خصصوا لنا هم مكان وقالوا لنا ده بتاعكم صيف شتاء. تمام. فاحنا بالاسلوب اللي بيحصل دلوقتي بالمجموعات دهيت بنفقد المكان اللي هم اداهولنا، وهنبص نلاقي في يوم من الايام بالتفرقه دي اتاخد مننا المكان اللي هم اصلا اداهولنا. فاحنا لازم كلنا نجتمع في مكان واحد. ايوه، عايزين نوصل رساله دلوقتي لكل لعيبه الراكت. كل واحد ماسك مضرب وبيلعب راكت لازم يوصل له الرساله دي. لازم كلنا نبقى ايد واحده كابتن المرعب عشان نكمل منظومه الراكت صح. الراكت مش انك تلعب راكت وبس، الراكت اخلاق قبل ما يكون تفرقه عنصريه بين الاشخاص. كلنا بنحب بعض المفروض، وكلنا بنحب الخير لبعض، فالمفروض كلنا نتعامل على هذا المبدأ. واللي مش عاجبه المبدأ دوت اتمنى ان ربنا يهديه ويرجع تاني لفكره، عشان ما يخسرش الناس الحلوه اللي احنا اللي هي ما بقتش كتير للاسف حاليا في الوقت الحالي. فرساله مهمه جدا لكل لعيب راكت: بلاش عدوانيه، بلاش تفرقه، حب نفسك وحب غيرك زي نفسك. تمام؟ العب، خليك مجتهد، تمام، تفوق، مفيش مشكله، نافس غيرك، ما عندناش مشكله، بس خليك باخلاقك وبلاش تعادي حد. رساله اخيره حضرتك لازم تقولها كابتن المرعب قبل ما ننهي الحلقه. والله هو هيبقى نفس الكلام، عوده الى الاخلاق اللي علمتها لنا الرياضه. ده اخر حاجه ممكن اقولها. دي اخر حاجه. احنا سعدنا جدا بلقائك كابتن المرعب، وبجد انا سعيده جدا بعمل معاك لقاء النهارده. اي نعم جد متاخر بس الحمد لله يعني حصل وعملت لقاء معاك، وان شاء الله استنونا في حلقات جديده مع هبه FM. اشوفكم على خير.